أول صورة معانا من بيوت الفنانين ده صلاح أبو سيف، قاعد بيكتب السيناريوهات. بالمناسبة هو كتب أغلب أفلامه، يعني كل الأفلام هو شارك في كتابتها، ويقال إنه هو علم نجيب محفوظ الكتابة، علم نجيب محفوظ كتابة السيناريو يعني، مش كتابة الرواية عموما يعني. وطبعا أفلام قاهرة 30، زوجة التانية، شباب امرأة، كل ده شارك في كتابته. يعني هو كان مؤلف كبير زي ما كان هو مخرج كبير. صورة من بيت سامية جمال، كان يعني من جوه البيت، وهنا كانت اتطلقت من رشدي أباظة. ليه بقى؟ عنوان المقالة هنا كان سأعود إلى الأضواء بعد أن تخلصت من رشدي أباظة. يعني واضح إنها حابة تعمل نفسها مبسوطة، بس كان واضح على شكلها إنها يعني مش مبسوطة. أو دي صورة تانية من جوه البيت فيها ضحكة بالعافية كده. الصورة بعدها عبد الحليم قاعد بياكل. الصورة دي متاخدة من صورة كارت، عشان كده الإضاءة ضاربة معلش في الكارت. حاولت أظبطها ما جاتش غير كده. نجلاء فتحي، حلوة البندانة اللي عاملاها دي. صورة محمد عبد الوهاب من البيت مع العود. بالمناسبة التسريحة دي يعني برضو من تسريحات الفرافير، يعني زمان كانوا بيقولوا عليه ان هو بقى ايه، هيبوظ الشباب بالتسريحات والتقليعات بتاعته. الصورة اللي بعدها سعاد حسني، ده قفص عصافير. من الصور الجميلة جدا لسعاد حسني من بيتها. صور البابلي من البيت، الباروكة دي طبعا. مرحلة البواريك كلها كانت مرحلة السبعينات، ودي سبعينات أكيد. فاتن حمامة بص للكاميرا اهي وبتاكل. دي المطربة نجاة علي من بيتها، نجمة السينما والمسرح نجاة علي مع ظهور الصباح، واللي بسببها اتسمت نجاة حسني نجاة الصغيرة عشان يفرقوا بينها وبين التاني. دي كانت الصور اللي معانا النهارده.